في فيديو النهارده انا هقولك على اقوى البدايل المجانيه لبرامج ادوبي اللي هتوفر عليك الفلوس وتديك نفس الاداء تقريبا. ركز معايا لاخر الفيديو لان كل برنامج هنتكلم عنه فيه مميزات قويه لازم تعرفها. ونبدا ببرامج تصميم الصور وهم ادوبي فوتوشوب وادوبي الستريتور. بديل ادوبي فوتوشوب وهو جيمب هو برنامج مجاني مفتوح المصدر لتعديل الصور ومتاح على ويندوز وماك ولينكس، وبيوفر معظم الادوات اللي موجوده في فوتوشوب، بس هو طبعا مجاني بالكامل، وده معناه انك مش مضطر تدفع اشتراك شهري غالي، وكمان تقدر تعدل عليه بحريه عشان مفتوح المصدر. من مميزات جيمب انه بيديك كل الادوات اللي هتحتاجها عشان تعدل الصور زي المحترفين، من تصحيح الالوان لضبط الاضاءه زي الفوتوشوب بالظبط، وبيدعم الطبقات والتاثيرات القويه زي الفوتوشوب. جيمب بيدعم اللايرز، وده معناه انك تقدر تشتغل على كل عنصر في التصميم بشكل منفصل وتضيف تأثيرات قوية جدا على كل لاير. الميزة دي بقى من اقوى مميزات جيمب لو ما كانتش الاقوى، وهي ان جيمب بيفتح ملفات البي اس دي الخاصة بفوتوشوب وبيسمح لك بالتعديل فيها من غير مشاكل. اخر ميزة وهي ان جيمب برنامج خفيف ومناسب للاجهزة الضعيفة، يعني لو جهازك ضعيف ومش قادر يشغل فوتوشوب فجيمب هيكون الحل المناسب ليك. ناس كتير بتسأل هل جيمب صعب؟ الحقيقة انه محتاج شوية وقت عشان تتعود عليه، وبالذات لو كنت مستخدم فوتوشوب قبل كده، بس بمجرد ما تتعلمه هتلاقيه سهل جدا ومناسب للمبتدئين والمحترفين. ودي كده كل حاجة تخص جيمب. قولوا لي في الكومنتات ايه رأيكم في جيمب، وهل شايفينه بديل قوي للفوتوشوب ولا لا؟ نيجي بقى البديل ادوبي الستريتور. لو شغلك في تصميم الجرافيكس بالفيكتور فاكيد عارف ان ادوبي الستريتور هو واحد من اقوى البرامج اللي في المجال ده، بس المشكله انه غالي جدا. طب ايه الحل؟ الحل اللي هو انكسكيب، اقوى بديل مجاني مفتوح المصدر لإلستريتور، واللي هيديك الادوات الاحترافيه اللي محتاجها في التصميمات الفيكتور من غير ما تدفع ولا مليم. انكسكيب هو برنامج تصميم مجاني بالكامل ومفتوح المصدر، وبيستخدم تقنيه الفيكتور جرافيكس زي الإلستريتور بالظبط، وده معناه ان التصميمات بتفضل واضحه مهما كبرتها وصغرتها. انكسكيب بيشتغل على ماك وويندوز ولينكس بكل سهوله، وبيدعم اشهر صيغ الملفات الفيكتور زي البي ان جي والبي دي اف والاي بي اس والاس اف جي وغيرها كتير. من مميزات انكسكيب طبعا انه مجاني بالكامل على عكس الادوبي الستريتور اللي محتاج اشتراك شهري غالي. انكسكيب بيوفر لك كل ادوات الرسم والتصميم المشهوره اللي هتحتاجها في التصميم، زي الفيل والستروك عشان تتحكم في الالوان والحدود، وزي البلندنج مودز والجراديانتس والفلترز. انكسكيب بيدعم اللايرز زي الستريتور بالظبط، يعني تقدر تشتغل على التصميم بتقسيمه اللايرز. ومن مميزات انكسكيب انه متوافق مع اغلب الصيغ المشهوره زي جي بي جي وبي ان جي واي بي اس وبي دي اف واس اف جي وغيرها كتير من الصيغ اللي بيدعمها البرنامج. وخامس ميزه وهو انه بيدعم اعدادات الوان الطباعه اللي هي السي ام واي كي. واخر ميزه وهو انه خفيف وسهل الاستخدام على عكس الالستريتور اللي ممكن يكون تقيل على الاجهزه المتوسطه. انكسكيب بيشتغل باداء ممتاز على اغلب الاجهزه وبدون مشاكل. واخر حاجه وهو هل انكسكيب مناسب للمبتدئين؟ الاجابه لان البرنامج بيجي بواجهه بسيطه وعليه فيديوهات مجانيه كتير على اليوتيوب تقدر تبدا بيها بسهوله، ولو كنت شغال على الستريتور قبل كده فهتلاقي كل الادوات متشابهه جدا وهتتعود عليه بسرعه. ولو كنت مبتدئ في التصميم فانصحك تبدا بالبرنامج ده لحد لما تقدر تشترك في البرامج المدفوعه. ونيجي بقى لبدايل برامج المونتاج اللي هم ادوبي بريمير وادوبي افتر افكت. ونبدا ببديل ادوبي بريمير. لو شغلك في المونتاج فانت اكيد عارف ان ادوبي بريمير برو هو واحد من اقوى البرامج في المجال، بس في مشكلتين كبار. اول مشكله وهو انه سعره غالي جدا وباشتراك شهري غالي. تاني مشكله وهو انه بيحتاج جهاز امكانياته متوسطه عشان يشتغل بشكل كويس. طب ايه الحل؟ الحل هو برنامج دافينشي ريزولف، اقوى بديل مجاني واحترافي لبريمير برو. دافينشي ريزولف هو برنامج مونتاج احترافي ومجاني وبيشتغل على ماك وويندوز ولينكس، وبيوفر لك كل الادوات اللي محتاجها للمونتاج وتصحيح الالوان وكمان المؤثرات الصوتيه والفي اف اكس، وكل ده في برنامج واحد. من مميزات دافينشي ريزولف هو انه مجاني 100% بدون اشتراك على عكس بريمير برو اللي محتاج اشتراك شهري. تاني ميزه هو ان البرنامج بيدعم مونتاج الفيديوهات بجوده 4K و 8K، وده بيخليه مناسب لصناع المحتوى المحترفين والافلام السينمائيه. تالت ميزه وهو انه من اقوى البرامج اللي بتعمل تصحيح للالوان في العالم، فلو بتدور على افضل برنامج لتصحيح الالوان فدافينشي ريزولف بيقدم لك الخدمه دي بشكل قمه في الاحترافيه. عندك بقى ادوات احترافيه زي الويلز كيرفز والاتش دي ار كلر جريدنج وغيرها كتير من المميزات وغيرها كتير من الادوات. رابع ميزه وهي المؤثرات البصريه والموشن جرافيك الاحترافي اللي في البرنامج. البرنامج بيجي مع محرك فيوجن واللي بيديلك ادوات قويه للموشن جرافيك زي الافتر افكت. خامس ميزه وهي ادوات تحسين الصوت بجوده احترافيه. في دافينشي ريزولف تقدر تعمل مونتاج وتحسين للصوت بجوده الاستوديو، وده بيساعدك لو بتشتغل على افلام او الفيديوهات الوثائقيه او حتى فيديوهات اليوتيوب. سادس واخر ميزه وهي ان دافينشي ريزولف مش تقيل زي بريمير برو خاصه مع الفيديوهات الكبيره، وبيستهلك موارد اقل من البريمير، وده معناه مونتاج اسرع واداء سلس. ودي كده كل حاجه تخص دافينشي ريزولف. طبعا لو عايز تتعلمه ممكن تخش وتكتب كورس دافينشي ريزولف وهتلاقي كورسات بالعبيط بتشرح البرنامج شرح مبسط. وده كده بالنسبه لبديل ادوبي بريمير برو. تعال نشوف بديل اقوى برنامج موشن جرافيك وهو ادوبي افتر افكت. لو شغلك في الموشن جرافيك او الفي اف اكس فاكيد عارف ان ادوبي افتر افكت هو واحد من اقوى البرامج في المجال ده، بس في مشكلتين كبار.
دولار. اول مشكله وهو انه برضه غالي جدا وباشتراك شهري غالي. تاني مشكله وهو انه بيحتاج جهاز قوي جدا. طب ايه الحل؟ الحل هو برنامج هيت فيلم اكسبريس، اقوى بديل مجاني مفتوح المصدر لافتر افكت، واللي بيديك كل التولز الاحترافيه للموشن جرافيكس والمؤثرات البصريه ومن غير اي تكلفه. يلا بينا نشوف البرنامج ده بيقول ايه. من مميزات هيت فيلم اكسبريس وهو طبعا انه مجاني 100% على عكس افتر افكت اللي بيحتاج اشتراك شهري عشان تحمله. تاني ميزه وهي ان البرنامج بيجي مع مكتبه ضخمه من المؤثرات الجاهزه زي الفاير افكتس واللايتنينج والاكسبلوجن وغيرها من الافكتات الكتيره اللي هتلاقيها في البرنامج. وتالت ميزه وهي ادوات الموشن جرافيك الاحترافيه اللي موجوده في البرنامج زي الافتر افكت. تقدر تعمل انيميشن احترافي عن طريق الكي فريم انيميشن او الموشن تراكنج او الماسكينج والروتسكوب. رابع ميزه وهي ان هيت فيلم اكسبريس بيدعم مونتاج الفيديوهات بجوده 4K واداؤه اسرع من الافتر افكت على الاجهزه المتوسطه. خامس ميزه وهي انك سهل تتعلم هيت فيلم اكسبريس ومناسب للمبتدئين على عكس افتر افكت اللي ممكن يكون معقد. هيت فيلم اكسبريس بيجي بواجهه بسيطه وفيه شروحات مجانيه هتساعدك تبدا بسرعه. ودي كده كل حاجه تخص بديل ادوبي افتر افكت. تعال نخش على بديل ادوبي اوديشن. واقوى بديل معانا الادوبي اوديشن وهو اوداستي. اوداستي هو برنامج تسجيل وتعديل للصوت مجاني ومفتوح المصدر، بيشتغل على ويندوز وماك ولينكس وبيوفر كل الادوات اللي محتاجها عشان تعدل الصوت بجوده احترافيه زي الاوديشن بالظبط. من مميزات اوداستي هو طبعا انه مجاني 100% بدون اي اشتراك على عكس ادوبي اوديشن اللي بيحتاج اشتراك شهري غالي. تاني ميزه وهي ان اوداستي بيقدر يسجل الصوت بجوده عاليه، يعني تقدر تسجل الصوت على طول من المايك وبجوده عاليه سواء كنت بتعمل بودكاست او فويس اوفر. تالت ميزه وهي ادوات التعديل الاحترافيه للصوت اللي موجوده في البرنامج، يعني تقدر تعمل مونتاج احترافي للصوت عن طريق ادوات زي تقنيه الصوت وازاله الدوشه اللي في الخلفيه. رابع ميزه وهي ان اوداستي بيدعم صيغ كتير زي الاي اي اف اف والاف ال اي سي والويف والام بي 3، وده بيسهل عمليه اكسبورت الصوت ومونتاج الصوت على اي جهاز. خامس ميزه وهي انك تقدر تضيف كذا طبقه على الاوديو بتاعك وتتحكم في كل تراك بشكل منفصل بالظبط زي اوديشن. سادس ميزه وهي ان اوداستي خفيف وسهل الاستخدام على عكس اوديشن اللي ممكن يكون تقيل على الاجهزه المتوسطه. اوداستي خفيف جدا وسهل الاستخدام ومناسب حتى للاجهزه الضعيفه. وزي ما انت شفت دي كانت كل بدايل اشهر برامج ادوبي. لو حابين اعمل الجزء الثاني واجيب لكم بدايل باقي برامج ادوبي المجانيه اكتبوا لي في الكومنتات واعملوا لايك واشتركوا في القناه عشان نوصل ل 5000 مشترك في اقرب وقت. وشكرا على 3500 مشترك. وبس كده هيظهر لك فيديوهين قدامك دوس عليهم قبل ما اقول سلام. يلا سلام.